هاي هاي يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هوريكم الطريقه بتاعت حنه نوبار الهنديه. الحنه دي عباره عن اعشاب، عشبه الامله، عشبه اسمها شيكوكي هنديه برضو، ومن الحنه الهندي، ورق الحنه الهندي، وكمان الشاي الاخضر. هاخد كميه كده مناسبه، وهحط عليها المكونات الجافه زي الخميره الفوريه. لو مش عندك برضو ممكن نستغنى عنها. بعد كده هحط الزبادي، برضو الزبادي لو مش عندك هنستغنى عنه، بس هو هعمله كده كماسك للشعر. بعد كده هحط هحط العسل، العسل الاول هاخد منه معلقة. وبعد كده هحط زيوت، انا هحط زيوت اللي عندي، لو عندك انتي زيوت مختلفة تمام، يعني مش شرط نفس الزيوت اللي عندي. انا هحط زيت جوز هند دلوقتي، عندك زيت جوز هند اوكي. عندك زيت لوز، عندك زيت روزميري، عندك اي نوع زيت، زيت زيتون، اي نوع زيت حطي من كل نوع معلقة. لو عندك نوع واحد او نوعين حطي معلقتين من كل نوع، او زودي في الكمية يعني. انا هحط دلوقتي برضو زيت هندي اسمه نيفاريتنا. الزيت ده بيقلل القشر قوي، بيقلل التهاب الراس. وكمان هحط كشكمودي، الكشكمودي ده نوع حلو قوي بينبت الشعر وكده. ودلوقتي بقى الدور على الهيرو الرنغبوري، الرنغبوري ده. وبعد كده هعجن بميه انا غلياها، معاها معلقتين بن. انتي بقى تقدري تستخدمي الكركديه او تستخدمي اي نوع، يعني اي حاجه انتي تعجني بيها على حسب اللون اللي انتي عايزاه. هعجن كويس قوي، هخلي كل الحاجات اللي الحلوه اللي انا حطيتها في الطبق اللي قدامكم ده تمتزج مع بعضها. وانا وبعجن كده هقول لكم الفوائد بتاعه الحنه دي، لان فعلا فوائدها رهيبه. بتعالج التهاب فروة الشعر، بتعالج الفطريات اللي في الشعر، بتقلل التساقط كويس قوي قوي قوي. وكمان بتقلل افراز الدهون الزايد اللي هو بيعمل لنا القشرة والمشاكل. وكمان بتدي لون كده وحيوية حلوة قوي. ده القوام اللي انا عايزاه، انا مش عايزاه يبقى سايح علشان ما ينزلش على هدومي وبهدلني. هقسم شعري 4/4 على شعر نضيف ناشف. هقسمه 4/4، وهحط الحنة في كل حتة في شعري، مش هسيب ولا حتة من غير ما احط لها حنة. هغرق الشعر كله 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 كويس قوي، واكون لابسه طبعا جوانتي ومظبطه الدنيا. بعد بعد ما وزعت الحنه كويس قوي على شعري، بجيب الاسترتش وبلفه كويس قوي على شعري. وبعد كده بلبس البروكاب على اللو على اول درجه لمده نص ساعه، وبعدين بشيله. بفضل بس بالاسترتش 6 ساعات 12 ساعه على حسب ما انا هغسل امتى. وبس كده، ده الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم